السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنتغدى معاكم كشري، اللي هو الكشري المصري بتاعنا، عاملاه في حله واحده. الرز مع العدس مع الشعريه، وبعد كده الحمص حطيته على الوش، ومعاه البصل المتحمر ده. وده غدانا النهارده، يا رب يعجبكم الغدا. ومعاه الصلصه، اتفضلوا معانا احلى غدا كشري بعدس اصفر. انا مرضيش اصوره لكم وانا بعمله، علشان انا عارفه ان كلنا شاطرين وبنعمل الكشري، بس قلت اصوره معاكم النهارده كده واوريكم غدانا النهارده كشري. بقالنا كتير ما عملناهوش، فقلنا نعمله النهارده احلى كشري مصري في حله واحده. يا رب يعجبكم. الجماعه اللي انا بروح لهم يا حبايبي، في ناس كتير قوي رحت لهم ما ردوش الاشتراك ولا ردوا الزياره. لما هشيل الاشتراكات بتاعتهم، لان انا ما بحبش كده. انا بحب اللي يجيني بعديها بساعات، حتى ممنوع كمان، يعني بيقولوا ان بعد ساعه ولا ساعتين ممكن اليوتيوب يشيل الاشتراك، انما لا، بروح بعد ساعه وساعتين برضو واحط الاشتراك واحط تعليق. انما لو بالصدفه ما شفتوش الا متاخر يعني برضو بحطه. انما في ناس بقالي يمكن اكتر من 10 و 15 يوم عامله لهم اشتراك ما جوليش، فاللي مش هيجي لي هشيل الاشتراك بتاعه. وبقول لكم برضو اللي حابب يخش عندي على القناه التانية، عالم سوسو للطبخ والاعمال الفنيه، هتلاقوا لي التعليق بتاعي على طول بالقناه على جميع الفيديوهات دي. هتدوسوا على الصوره هتخش عندي على القناه، واللي هيجي لي على القناه التانية هروح له. انما ما اروحلوش بقناتين ويجيني بالقناه بتاعته على قناه على قناه واحده. زي ما بعمل اعمله. وتفضلوا بقى معانا الكشري، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.